عمد انت ما تقول انا عندي شركه، اي شركه وشركتك صغيره. احنا ما نشوفكم على الشغل نفسك بنفسك، يعني محتاج فلوس، يعني ما معكش فائض بالبلدي يعني. وتاني حاجه انت ما تدفع ضرائب بس عشان تمارس مهنه، بس انت صنايعي على كدك. وثالث حاجه انت ما تشتغل عند الناس الغلابه، لكن القصور والاغنياء مش ما توصلي لهم. طب في اجمل من المكان اللي انا فيه دي؟ هفتح لك الكاميرا واوريك. بص يا ابو الصحاب، المنطقه اللي شغال فيه دي منطقه الاغنياء هنا عندنا في تكساس، على نهر كولورادو. والقصور اللي انت بتحكي فيه انا في نفس المنطقه. شايف كلها دي قصور، كلها دي قصور. الحمد لله شغال فيه، شغال على الناحيه الثانيه. بس يعني البيت اللي انا فيه دي لو صورت لك من تحت تتذهل. قصر، عارف يعني ايه قصر؟ بص ادي البيت اللي انا شغال فيها، وهذه الصنايعيه اللي شغاله معي. Es que eso era de nuestra parte. Hello Emmanuel. How are you? Good. هذا صنايعي وشغال معي بس خلاني يتصور. Thank you. وفي صنايعي هنا برضو راجل كبير، بصوا عنده كم سنة ما يشتغل، بسم الله ما شاء الله. نايس جاب اميجو. ده حمام برضه هنا، وفي حمام تحت شغال فيه. طبعا ده غير الارضيات، الارضيات كلها تركب فاينل وخشب وتايل، عشان انت ما تقول ما شغلش في كسور، ماشي عند الناس الغلابه. في صنايعي هنا برضه شغال، راجل كبير برضه بسم الله ما شاء الله عليه، بس دقرم اهو. هلو اميجو. اتس جود. شفت الصنايعيه يا معلم؟ قدام عينك. وشفت القصر والبيات عشان تعرف. بس انا مش معرض كل حاجه على الانترنت. وبعدين شركه اللهم لك الحمد من 2020 اتنشأت، واحنا حاليا 2026، يعني من 6 سنين. 6 سنين في زمن قياسي خدنا شغل في احسن اماكن واحسن المشروعات معنا اخذوها. وحاليا شغال مع مهندس بسم الله ما شاء الله امريكي، وعندي حوالي 5 بيوت تاني زي دي. بس انا مش معرض كل حاجه على الانترنت. وبعدين انت ما تعرفش الصعايده ياك، ده الصعايده بسم الله ما شاء الله. احنا اللي بنينا الخليج، واحنا اللي بنينا القاهره، وحاليا مع ابنه امريكي. اسال عن الصعايده، كلهم الصعايده مقاولين، مش بس صناعي، لا مقاولين. يعني ناس ما يعملوا نفسهم بنفسهم بلا فخر، يعني اللهم لك الحمد. وبعدين انا حتى لو شركتي صغيره على كلامك، احسن ما اشتغل عند واحد بالساعي ويقول لي جيت وخري، جيت بدري، اتاخرت 5 دقائق 10 دقائق ويتفنطز علي. لا، ده انا احط رجل على رجل زي كدي وباشي حر نفسي بنفسي، حدش لي حاجه عندي. تمام؟ وصلت يا ابو الصحاب؟ يلا توكل على الله.